السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. احنا دلوقتي بنحاول نجرب كده ونعمل شوية حاجات هنعملها ان شاء الله بإذن الله في رمضان، فلازم نتعلمها قبل رمضان عشان نقدر نعملها في رمضان. هنعمل صينية البسبوسة، طبعا من ضمن الحلويات طبعا أساسية في رمضان، البسبوسة والكنافة والقطايف والجلاش. حاجات دي بتبقى أساسية في رمضان. هنعمل صينية بسبوسة سهلة جدا جدا ولا فيها اي تعقيد خالص، وهتطلع ان شاء الله معانا جميلة. نسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على المقادير. عندنا كوباية سكر، كوباية مية زي ما انتم شايفين كده، وكوباية سمنة سايحة، مش سايحة سخنة، يعني يا دوب فكة كده زي ما انتم شايفين منظرها. عايزين نفس الشكل اللي موجود قدامك ده في الفيديو. خلاص. طبعا مش سمنة نباتي، لا مش هتنفع البسبوسة. عايزة زبدة ممكن تستعمل الزبدة العادية او زبدة بلدي اللي موجود عندك المتاح عندك، بس زبدة سمنة نباتي لا، مش هينفع. عندي حوالي 3 كوبايات دقيق بسبوسة، وحطيت عليهم معلقة بيكنج باودر وابتديت اقلب. بيكنج باودر برضو اساسي، وهقولك ليه. هنبتدي بقى نقلب الحاجات المكونات دي كلها اللي هما التلات كوبايات اللي قدامك دول في الخلاط، يعني مش هنحط على الدقيق الاول. ليه بقى؟ بنحط المواد السائلة على السكر ونضربها في الخلاط. السكر هيدوب معانا بسرعة عشان ما يبقاش فيه حبيبات موجودة في البسبوسة تبوظ لي الدنيا. خلاص، دي اول نقطة مهمة. خلاص كده ضربتهم في الخلاط كلهم واتأكدت ان السكر فعلا دايب. ابتدي بقى بالمعلقة، ايدي شغالة بالمعلقة في في الطبق، واصب عليها اللي انا ضربته في الخلاط، ونبتدي نقلب 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 كده. انا كنت حاطه كوبايتين الاول وبعد كده حطيت الكوبايه التالتة عشان نبقى ماشيين معانا واحده واحده كده. يعني المهم ان احنا حطينا 3 كوبايات، كوبايتين الاول وبعدين كوبايه. خلاص نبتدي نقلب الخليط بتاعنا حلو جدا زي ما انت شايفه كده. خلاص كده البسبوسه بتاعتنا خلصت. فاضل بقى الصينيه اللي هنحط فيها البسبوسه. هاتي بقى نقطتين سمنة كده او معلقتين سمنة، حطيهم ادهني الصينية حلو. طبعا ده عامل اساسي، زيت لا، سمنة. هندهن سمنة، ممنوع البسبوسة يتحط لها زيت ولا نباتي ولا اي حاجة. دهنا الصينية بتاعتنا حلوة قوي، صينية بسبوسة، يعني تحطيها في صواني البسبوسة. نبتدي بقى نصب الخليط بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وعايزين بقى تشجيع منكم بمناسبة رمضان، بمناسبة الأيام الجميلة دي، وأي حد هيدعيلي دعوة إن شاء الله تبقى مستجابة. دعواتكم ليا بصراحة بتفرحني قوي في الكومنتات، وبتسعدني جدا وبتديني دفعة إن أنا أطلع اللي جوايا كله. عايزين بقى كومنت حلو كده من ايديكم ودعوة جميلة ان شاء الله يعني. واللي مشتركش في القناة يشترك ويدوس على كلمة الكل عشان يعني نفيد اكبر عدد يعني، وخاصة البنات الصغيرين بتوعنا دول. خلاص بحاول اسوي كده الصينية بظهر ايدي، بظهر المعلقة كده عشان تبقى متسوية، مبقاش في حتة عليه. امسك بقى الصينية كده مرحلة تانية، اديها هزة كده رعشة، يعني ارعشها، اخوفها. خلاص حطيناها في الفرن، وبعد كده ما طلعت في الفرن خدت اللون ده بس. ما تزوديش عن اللون ده، اللون الوردي الجميل ده ما نخليهاش تاخد لون احمرار جامد. ليه؟ عشان ما تنشفش، لو احمرت اكتر من كده هتنشف منك. احنا كنا عاملين الشربات قبل ما نبتدي في البسبوسة عشان يبقى الاتنين سخنين. لازم الشربات يبقى سخن والبسبوسة تبقى سخنة. كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة وسنة فانيليا، دي بقى مفيش اكتر من كده. خلاص نبتدي نسقي الشربات سخن، خلي بالك الشربات سخن.
والبسبوسة تكون لسه طالعة من نار الفرن. بسبوسة سخنة والشربات سخن، خلي بالك من النقطة دي. ونحاول نوزع الشربات كده، وهنسيبها شوية اما تهدى عشان نقدر ايه نقطعها. مش هينفع نقطعها واحنا سخنة، ممكن تبرول مننا، فلازم ما تهدى. حتى لو هي دافية مش مشكلة، بس تبرد، عايزينها تبرد. اه سبتها شوية، بس منظرها تحفة، بس شكلها جميل جدا جدا بصراحة. شفت المنظر؟ اللهم صل على النبي، حاجات بصراحة تجوع اصلا. ابتدي بقى اجيب سكينة تقطعيها بقى زي ما انت عايزة. ده بقى ايه اختيار التقطيع ده. انا جت معايا كده قطعتها كده كأني بقطع بيتزا. قطعيها بقى مربعات، مكعبات، مثلثات. انا قطعتها كده زي البيتزا. يعني ايه التقطيع بتاعك انت ده اللي رايحك اعمليه. وبعد ما قطعتها مثلثات لقيت طبعا الحته تبقى كبيره جدا، ما ينفعش حته بسبوسه تبقى بالحجم ده. فهعمل ايه زي ما انت شايفه كده، اجيب كل مثلث اروح قطعاه اتنين، حتى يدي شكل حلو ايه للصينيه، شكل نجمه كده. خلاص دي خلاص كده قطعناها. عندي علبه قشطه كده. قشطه عندك بقى بتاعت لبن، وش لبن. ما عندكش علبه القشطه دي مش غاليه اصلا. فايه تجيبي علبه قشطه وتحطيها كده على الوش. حطيت حته كده بايه بالمعلقه. بصراحه شكلها ما عجبنيش، انا بقول لكم بمنتهى الصراحه ما عجبنيش اما حطيتها. فجبت كيس بقى كده وحطيت فيه بلبله. عملت انا اخترعت كيس عشان ما كانش عندي كيس حلواني. وحطيت فيه القشطه كلها وابتدي انزلها كده، تبقى شكلها حتى ايه جميل. يبقى الحتت القطعه كلها شكل بعضها كده، والقشطه نازله كلها تبقى ايه تبقى زي بعضها. اهو شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. احسن طبعا من الاول ما كنت احط بالمعلقه. ودي طبعا ايه بترجع لك تدهنيها كلها، وشها كلها، تعمليها كده اللي يريحك اعمليه. خدت حته كده وحطيت عليها حته قشطه كمان بقى، معلش اصل انا بحب القشطه فزودت حته كمان، حته قشطه. وبدوق. اللهم صل على النبي على الجمال، طعمها بجد والله والله طعمها تحفه، طعمها تحفه. وما تنسيش تحطي اللايك الجميل بتاعك ده، عايزين لايكات كتير عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس المشاهدين الجمال بتوعنا. ونقول كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، وعايزين نستعد بقى عشان ما نضيعش وقتنا في اليوم بتاع رمضان الجميل. المفروض يبقى كله عبادة، مش كله أكل وحلويات وخلاص. يبقى انت ايه خلاص عرفتي آخرها وتعمليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.